بيكم في اي نيوز. انا نيمو. اي نيوز هنتكلم في كل حاجه عايزين تعرفوها، كل الاخبار بتحصل هنا وبره مصر. تابعونا. في مصر بنعمل الطيارات من الورق، بس في سورينام بيعملوها من ورق النخل. تعالوا مع بعض نشوف ازاي بيعملوها وازاي كمان بيطيروها. Ja, we maken verschillende grootte, verschillende kleuren en verschillende figuren erin. Halo Virsu, maak e-vlieger. Niemand heeft me geleerd om een vlieger te maken. Nou, hoe is het begonnen? Ik zag mijn neef, hij ging vliegers maken, heeft hij me gewezen, heb ik het zelf gemaakt. We nodig hebben zakken, garen, leem, schaar, printers. En als je te veel touw ervoor zet, gaat het zwaar zijn. En als je die printer of bamboe of moesie niet goed schoonmaken, gaat het ook zwaar zijn. Als je een paper voor een vlieger zet, dan heeft het een soort van geluid. Maar ja, dat doet een paper. Hoor je het ook boven in de lucht? Ja mevrouw, alles wat ver, toch hoort je het. Zo, wanneer we strijden, spelen we met andere jongens. En dan strijden we wie die vlieger eerst zakt, is het van ons. Wie die vlieger is? Welke vlieger eerst zakt, is van ons. Als wij het hebben getrokken en het is gezakt bij ons, is het van ons. En als het bij die andere jongens is gezakt, is het van hun. كلنا عندنا مشاكل في التعليم في مصر، ودايما حابين ان احنا نغير حاجه. لو في ايدك تغير حاجه هتغير ايه؟ يعني بلاش الحشو اللي ملوش اي لازمه في الامتحانات دي، او يعني كعموما يعني ما عنديش مشكله قوي مع التعليم، بس يعني اللي بفكر فيه ان انا عايز يبقى فيه حاجات تشدنا تخلينا مبسوطين واحنا بنتعلم. نفس التعليم يفضل في شكل المدارس، بس طريقه التعليم هي اللي تتغير، بمعنى انه المناهج تتغير وتبقى ليها معنى وليها هدف معين، مش حشو وخلاص. والمدرسين يكون عندهم ضمير، لانه ده اللي هيطلع اجيال متعلمه بجد. يشيلوا كميه الحفظ، لانه حفظ كتير قوي في الاخر، يعني بندخل يعني نكتبه في الامتحان وبننساه بعديها. ده اذا كان اصلا كنا حافظينه في الامتحان. حابب التعليم في مصر يكون بطريقه متحضره شويه، ما يكونش بطريقه اللي احنا احشي وخلاص ومعلومات مش هتفيدني في شغلي. الاغاني في مصر بقت انواعها كتير جدا، والموضه دلوقتي بقت اغاني المهرجانات. ايه رايك فيها؟ بالنسبه لاغاني المهرجانات، انا يعني بتسبب لي حاجه كده، حاله يعني حاله مش كويسه كده. بس يعني احيانا بحب اركز قوي في الكلمات، لان هي يعني بتبقى بتلمس كده، يعني بتخش جواك. بس لو جيت ركزت هتلاقي ان ايه ده يعني. اغاني حلوه وجميله انا بسمعها، زي فيلو كده، انا بحب اسمعه قوي. اغاني المهرجانات دي اغاني بحسها معبره، مفيش راجل بقى راجل، وفي اللي هي بتاعت اربع فرخات ودجاج، هي دي بسمعها كتير. بوظت اخلاق الناس يعني. رايي في اغاني المهرجانات ان هي معبره عن احساس الناس، بس كلماتها ملهاش معنى. لا، اغاني المهرجانات وحشه بس بتنفع ساعات. شركه سامسونج بتتوقع زياده الطلب على جالكسي S8، وانتجت 17 مليون تليفون. اللاعب المصري محمد النني وصلت قيمته التسويقيه ل 140 مليون جنيه. دلوقتي تعالوا معانا نشوف ايه الفقره اللي جايه ونرجع تاني. اسمي بونا نشأت، بلعب بيت بوكس. بدأت ألعب بيت من سنتين. كنت بتفرج في الأول على فيديوهات اليوتيوب للبيت بوكس، لحد ما حسيت الموضوع عجبني. بدأت أتعلم من على اليوتيوب أو فيديوهات برضه. الموضوع في الأول كان شوية صعب، بعد كده مع التدريب والفيديوهات بقى أسهل.
البيت بوكس هو عبارة عن تقليد أصوات لأي آلات موسيقية أو أي حاجات ممكن تحصل. وكده خلصت النهارده حلقتنا من اي نيوز، يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها. هنستناكم تتابعونا على السوشيال ميديا وتقولوا لنا رايكم. باي.